يا شيء صلي على سيدنا النبي في قلبك قبل أي كلام، وهو ده الهدف من الكلام. في هذا الزمان سنة 2025 في سوق جديد تم إنشاؤه وفتح أهم من سوق الجمعة ومن سوق الكنت، وبيبيع كل حاجة وأي حاجة ب2.5، وهتلاقي فيه كل ما تريد من الإبرة للصاروخ. أنا بنصح الجميع إن هو يعمل شوبينج في السوق ده ويزور السوق ده. أول ما تدخل من باب السوق اسمه سوق الليفت، على ايدك اليمين هتلاقي باكية واقف قدامها بياع على فرشة بينادوا بيقول يلا أي حاجة وكل حاجة ب2.5، يلا أي حاجة وكل حاجة ونقي وعاين واتفرج وبص. اقف قدامه على طول قول له اديني منه من اللي انت بتبيع منه، عشان مش هتلاقي منه في حتة تانية. قول له اديني ب2.5، هيديك ب2.5 كده يملى لك قرطاس. ومش معنى ان هو سعره رخيص يبقى نتيجته مش فعالة، لا، ده بيجيب من الاخر ومطلوب في السوق. الراجل ده بيبيع اسفاف، المطلوب في السوق اسفاف، هو ده المطلوب. الناس ماشية بمبدأ سف اكتر، تشتغل اكتر وتتشهر اكتر. كله بيطلع يهطل وكله بيطلع يسف، وده اسفاف. لا مؤاخذة، اطلع طرطر في الشارع وصور نفسك، هتلاقي نفسك حديث المدينة. او اطلع اقلع على التيك توك مثلا، او اعمل فيديوهات اشتم فيها وقول الفاظ بذيئة واخرج عن حدود الادب، او اعمل اغنية قبيحة، او حتى اطلع اتضرب بالقلم وتهزق من واحد مشهور او من محل معروف. هتبقى ترند وهتلاقي نفسك محتوى رائج وهتلاقيك مطلوب وبتنجح، والناس كلها بتتكلم عنك. وما الناس ما بقاش وراها الا التفاهات. الناس ما بقتش بتشجع اللعبة الحلوة، الناس بقت بتشجع اللعبة العبيطة. للأسف الإسفاف بقى مطلوب وبقى هو متصدر، وبقى اللي بيسف أكتر بيشتغل أكتر وبيتشير أكتر. إحنا في زمن كله إسفاف في إسفاف. وفي سوق الليفت حاجة زي الزفت ب2.5، عبط وإسفاف. وتعالى يا صاحبي بص، نحن في زمن الإسفاف. وصلي على سيدنا النبي في قلبك لو شفت الفيديو للآخر.